كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في بلاد بعيدة ما توصلهاش إلا الجمال ولا تعديها غير الطيور. كانت في ست عايشة لوحدها وسط الصحراء اسمها ست البراري. دي ست كبيرة في السن، شعرها أبيض زي القطن وعينيها خضرة بتلمع زي زمردة وسط الرمل. كانت عايشة في بيت طين صغير وحوالينه زرع بسيط، وبتربي معزة واحدة واسمها شوشو. كانت الناس بتقول عليها مجنونة، دي بتكلم نفسها، دي بتعرف تسحر، دي بتشوف اللي محدش بيشوفه. لكن محدش كان يعرف الحقيقة إن الست دي كانت حارسة كنز، مش أي كنز، لأ خالص، ده كان كنز من عهد الفراعنة. وفي ليلة قمر مش كامل وصل غريب للقرية، لابس عباية سودة وعينه فيها شر وصوته رخيم واسمه صليط. دخل وسأل: فين ست البراري؟ عندي ليها هدية. راح لست البراري وقدم ليها صندوق خشب قديم مقفول بتعويذة. صليط ده من أيام جدك الفلكي، في سر بس ما يفتحوش غير اللي عنده دم الفرعون. الست أول لما شافت الصندوق اللي بعتهولها صليط وشها شحب قوي، وده مش صندوق عادي، ده الرباط الفرعوني الأخير اللي بيحمل كنز من الطمع. لكن الغريب ما كانش عايز خير، كان جاي ياخد مش يعطي. في نفس الليلة صليط حاول يفتح الصندوق غصب، بس أول ما لمس النقش بالدم الصندوق فتح وخرج منه دخان اسود واتفتحت أبواب من الرمل. وراح يتكلم صوت مخيف قوي من الصندوق، راح قال: من نوى الطمع يشرب مر العذاب. وانشقت الأرض واختفى صليط، وست البراري انهارت من التعب وقالت: كده الحمى اتكسر والكنز هيطمع فيه الكل. ومن اليوم ده الأرض حوالين بيتها بدأت تلمع، ناس لقوا قطع دهب وسط الرمل، ناس حلمت بأحجار بتلمع في الليل، والقرية كلها قلبت نار. الكل بقى يجي يحفر والكل بيجري ورا وهم، بس كل يوم حد يختفي، حد يصرخ، حد يتجنن. الكنز كان بيكشف معدن الناس الطمعانين ويتحولوا لرمل، والغلبانين يلاقي رزقهم ويمشوا. بس مين ست البراري؟ وليه هي بس اللي كانت تعرف تتعامل مع الكنز؟ الحكاية بدأت من زمان قوي. كانت بنت صغيرة أبوها فلكي بيشتغل مع شيخ الأسرار، شاف في النجوم إن في نسل واحد هيرث العلم والسر، ولما مات ساب لها كتاب مكتوب عليه: اللي يعرف نفسه يعرف طريقه. ومن ساعتها قعدت سنين تتعلم، تحفظ تعويذ وتتكلم مع الريح. وسر الكنز، سر الكنز كان بسيط قوي. الكنز الحقيقي هو معرفة النفس والتغلب على الطمع. الناس مصدقتش وقالوا دي بتضحك علينا، إن الكنوز دي حقيقية. وحصروا بيتها، وكان فيهم شاب اسمه فارس. فارس ده كان قلبه طيب لكنه كان مضغوط من الفقر. دخل عليها وقال لها: أنا مش طماع بس عايز أعيش. قالت له: لو قلبك نظيف خد ده. وادت له خريطة وقالت: روح لوحدك وامشي على الرمل، ولما تلاقي الصمت احفر. وفعلا راح ومشي وسمع الريح وسمع قلبه وحفر، لكن ملقاش دهب، لقى كتاب صغير منقوش عليه: الحكمة كنز. ولما رجع الكل ضحك عليه، بس بعد شهور فارس بقى أغنى راجل، مش بالمال لأ خالص، إنما بالعلم. عمل مدرسة وبنى آبار وساعد الناس، واللي كانوا بيضحكوا اشتغلوا عنده. وفي ليلة برد دخلوا على بيت ست البراري، ما لقوهاش، سابت المعزة وسابت الجلاليب، بس هي اختفت. وفي الحيطة محفور بخط ايديها: أنا كنت خادمة الكنز مش ملكاه، اللي طمع خسر واللي فهم عاش. ومن يومها بيتها بقى مكان الحكمة، الناس تحكي قصتها والعيال تقول: يا رب أكون زي فارس مش زي صليط. والكنز لسه موجود، مش تحت الأرض، جوه القلوب اللي لسه بتدور على نفسها. وبكده تكون خلصت حكايتنا، واتمنى انها تعجبكم، واشوف وشكم على خير في حلقة جديدة. بس قبل ما تمشوا اتمنى منكم اللايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. مع السلامة، باي باي.